اهلا يا شعبان. افندم. انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حالة؟ سيادتك يا فندم غلطت. ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه السباك ياما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بتصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شويه. لخير، هي الحنفيه حامل؟ لا، محتاجه قلب. عندكم قلب ولا تاخدوا قلب من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف الميه علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجب علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك اهم. اتفضل اتفضل. اوعى يا بنت، امشي امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده انا راجل محترم. ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه، رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب ب ت. ده كفايه الاستاتيكا والديناميكا ومركز الثقل، وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت بالك نافش ريشك كده. تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه، هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحايل على ابوكي كمان مره. تحايل على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ أزمة بالليل والدكتور عنده فوق. هي دي أول أزمة له، ده ب7 أرواح. خير يا دكتور؟ الباقية في حياته. لكن ده صحته كانت اتحسنت كتير. دي حاجات بتاعت ربنا. الله يرحمه. ايه دنيا، الباقي في حياتكم جميعا يا اخواني. باقي في حياتكم، ما باقي الا وجه الله، والله ما باقي الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس. ايه دنيا، امشي عدل يحتار عدوك فيك. امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصورة على دماغتكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك. هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة؟ طبعا.
حوالي 6,5 مليون. 6 مليون جنيه يا ما ونص. انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سي عبد الجواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا؟ المعزة خلصت. سعيكم مشكور. الله يرحمك يا بالغطريفي، صحيتني ليه يا ابو عبد الجواد؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا انت بقى. بقول ايه يا ابو عبد الجواد؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزة خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الاخره. ها خلاص ما بقاش في حد. خلاص كلهم مشوا. طمني، كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. اقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. من بختنا ان ابنه الوحيد مات في فرنسا. انت بتحلمي. احنا مش هينوبنا الا ملاليم. ليه؟ مش احنا دلوقتي الورثه الشرعيين؟ في نظر القانون احنا ورثة من بعيد. احنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من حواشي، وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومة. يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا. يطيروا من قدام عينينا عوانطه. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان ابنه ما يكونش مات. يعني ايه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس. ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش انه مات علشان مات في الخارج. مظبوط. مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال انا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومه بريالة عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومة الإنسان مجموعة أوراق، شهادة ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقة شخصية إلى آخره. مظبوط. مدام فريد هرب لما حطوا أبوه تحت الحراسة، وبما إنه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب أي واحد نعمله الأوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيب العملية دي عليا أنا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبه خطره جدا علينا. ولا خطر ولا حاجة. وحتى لو كانت خطر عليه مش علينا احنا، لأن المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ انا موافق. انا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكايه زي دي؟ موجود، وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة.